السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فيديو عن iOS 18.2 RC2، النسخة التجريبية النهائية الثانية. يعني المفروض الار سي اما بينزل بعديها على طول باسبوع النسخة الرسمية من iOS 18.2، فالمفروض كان امبارح النسخة الرسمية تنزل على حسب التوقعات، بس للأسف يعني نزل نسخة تجريبية تاني من الار سي، وده غير معتاد من ابل. 2 يعني دي نسخة RC2، فده حاجة مش متوقعة من ابل. كان المفروض النسخة الرسمية تنطلق امبارح، بس شوية المشاكل اللي ظهرت في التحديث الأخير من الRC منهم يعني مشاكل في البطارية واستهلاك الطاقة، ومنها برنامج المسجز بتاع الايفون، رسائل بيستهلك كمية طاقة رهيبة من التليفون، ده بحسب الناس اللي اشتكت من المشاكل وغيرها مشاكل تانية. فنزل بناء عن كده RC نسخة تجريبية نهائية 2 RC2. طيب ايه الجديد في التحديث ده؟ طبعا مفيش اي جديد، زيه زي الار سي 1، زيه زي اخر بيتا نزلت. مفيش اي اضافات، هي بس اصلاحات لمشاكل اللي واجهت المستخدمين. وطبعا النسخه الرسميه دي هتنزل كمان اسبوع بالكتير من النهارده، يعني الاسبوع الجاي، يعني كمان 6 ايام بالكتير يكون التحديث الرسمي نزل من iOS 18.2. بالنسبه ل iOS 18.2 المفروض كان في مزايا كانت هتضاف، منها ميزة الذكاء الاصطناعي بتاع الشحن، ان هو هيفهم ناقص قد ايه للتليفون عقبال ما يشحن. طبعا الميزة لغاية دلوقتي ما اطلقتش، مش عارفين هتنطلق في التحديث الرسمي ولا لا. فمستنيين الاي او اس الرسمي، ممكن ينزل فيه الميزة دي اتوقع يعني، او ممكن ينزل في iOS 18.3 اللي هو ينزل في شهر 1 الجاي، في اول اسبوع من شهر 1 هيكون في السنة الجديدة نزل iOS 18.3 بيتا 1 اللي هو الاصدار التجريبي الاول. فكل ده هنشوفه ان شاء الله تغطية اول باول. وبس هو ده كان فيديو النهارده توضيح، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.